السلام عليكم. مسؤول إيراني يؤكد أن طالبان من بدأت بإطلاق النار على الحدود، ويهدد إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي يوم الأحد إن حركة طالبان هي التي بدأت بإطلاق النار على الحدود. وأفادت وكالة إيرنا مساء يوم الأحد بأن تصريحات العميد قاسم رضائي جاءت خلال اجتماع عقد في مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق إيران مع قادة القوى البرية بالجيش الإيراني العميد كمونثر حيدري لمناقشة التهديدات في الحدود. وأكد العميد قاسم رضائي أن الأدلة حول الاشتباك الذي حصل أمس السبت تشير بأن عناصر تابعة لحركة طالبان هي التي شرعت في إطلاق النار، مضيفا أن تراب بلادنا المقدس وثغور إيران الإسلامية تشكل خطا أحمر بالنسبة لقوات حرس الحدود الإيراني، ولن نسمح بأن يمسها أحد. وأشار نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني لأن العمليات العسكرية التي جرت أمس السبت شهدت تعاونا مميزا بين قوة حرس الحدود التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي والقوى البرية بالجيش الإيراني بهدف حماية الحدود. وقال العميد قاسم رضائي إن فرض السيطرة وتعزيز عمليات الاستشراف على المناطق الحدودية يتطلب تعزيز الطيران المسير، وعليه فقد ثم توجيه المسؤولين المعنيين بالتركيز على هذه الضرورة. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.